تعرض اليوتيوبر الأمريكي الشهير عالميا جو سبيد لموقف مهين في الجزائر بعدما تم طرده من دربي العاصمة في حادثة أثارت استياء واسعا وجدلا كبيرا. وقد تحول الحدث إلى فشل ترويجي واضح، حيث أن البث المباشر الذي تبعه أكثر من 49 مليون مشاهد نقل صورة سلبية عن الملاعب، بدل أن يكون فرصة للتعريف بكرة القدم والأجواء الرياضية. وظهر سبيد وهو يغادر المكان متأثرا نفسيا باكيا وقائلا: أنا غير مرغوب بي هنا، جئت فقط لمشاهدة كرة القدم. الحادثة فتحت باب الجدل حول العنصرية، بعدما ربطت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بين ما وقع ولون بشرة سبيد، خاصة أن المباراة أقيمت في ملعب يحمل اسم رمز عالمي لمكافحة العنصرية. حادثة مؤسفة تثير تساؤلات كبيرة حول التنظيم والسلوك، وكيف يمكن لموقف واحد أن يسيء إلى صورة كرة القدم أمام العالم. ما رأيكم في هذه الواقعة وكيف يمكنكم تفسيرها؟